أنس جنفور، حارس عام مستشفى الجهوي الغساني. استقبلت مصلحة المستأجرة بالمستشفى يعني حوالي الساعة منتصف الليل. خمسة ديال لي ديسي، 5 ديسي، وسبعة ديال الحالات ديال الإصابات يعني مختلفة الخطورة نتيجة انهيار مبنى سكني بالحي الحسني بن دباب. والحمد لله، اولا بعد نترحم على الضحايا، ضحايا يعني حادث الانهيار، ونتمنوا الشفاء ان شاء الله العاجل يعني الباقي يعني لي فيكتيم. والحمد لله الامور يعني تحت السيطره، يعني الاطقم سواء الطبيه والتمريضيه والاداريه كلها يعني مجنده، وايضا يعني رجال الامن ويعني والسلطات المحليه كلهم مجندين يعني باش تدوز الامور ان شاء الله بسلاسه. وداك الشيء اللي كان لحد الان يعني ما بعد يعني 3 ديال الساعات، الحمد لله الامور لحد الان تحت السيطره. ومازال يعني على حسب الاصداء اللي كنسمعوا ان رجال الوقايه المدنيه لا زالوا يعني ملازمين في مكان الحادث، يعني محاوله يعني انقاذ ما تبقى يعني من الضحايا. لحد العلم ديالنا ان يعني المبنى السكني كان كيضم يعني ما عندناش العدد بالضبط، ولكن العديد يعني من الافراد ديال العائلات مازال لحد الان تحت الانقاذ، ويعني الاشغال على قدم وساق لانقاذ ما يمكن انقاذه. ومره اخرى نترحم على الضحايا، ونسال الله يعني الرحمه والغفران لكل يعني الضحايا هذا الحادث الاليم. سي انس، الساعه الثالثه صباحا بالنسبه صرحتي بان كاين 5 ديال الوفيات، وبالنسبه للاشخاص واش على مستوى الانعاش ولا على مستوى المستعجلات؟ لا، لحد الآن على مستوى المستعجلات يعني مازالين تحت المراقبة الطبية، يعني جميع الاختصاصيين، أطباء اختصاصيين والممرضين مرابطين يعني في المصلحة، يعني كيراقبوا تطور يعني الحالة الصحية ديال لي باسيون. لحد الآن يعني الحالة ديالهم لا تستدعي يعني الهوسبيتاليزاسيون في سيرفيس دو ريانيماسيون.